السبت الماضي 3 فبراير سفيان أمعاش مات بالضربة القاضية على مستوى الرأس. الضربة القاتلة والمفاجئة اللي جات من الخصم ديالو في نزال رياضة الكينغ بوكسينغ والفول كونتاك ضمن الإقصائيات الجهوية لعصبة طنجة تطوان الحسيمة واللي تقامت في قاعة متعددة الرياضات في مدينة الفنيدق. فبالزربة تم النقل ديالو للمستشفى وتم التشريح ديالو في مستودع الأموات البلدي التابع لمدينة الفنيدق بأمر من المصالح الأمنية والنيابة العامة. حتى خرج الإعلام الطبي وأكد على أن الوفاة ديالو كانت بسبب قوة الضربة اللي مشات مباشرة للرأس ديالو وفقدات ليه الوعي مباشرة. وتم الدفن ديالو صباح ديال نهار الحد اللي فات، وحضر في الجنازة ديالو عدد كبير من المواطنين اللي خيم عليهم الحزن واللي دخل صدمة كبيرة بالأخص على أبناء مدينة الفنيدق.